ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنوريكم ملخص اول يوم دروس ليا انا وهبه، فيلا بينا نبدا. صباح الخير. طبعا اللي يشوفني ما يقولش ان انا متاخره خالص، يعني قاعده ورايقه وقمت عملت السكين كير روتين بتاعي والحياه يعني فريش. بصوا يا جماعه، اللي حصل ان انا وايه اتلخبطنا في المواعيد. يعني احنا كنا فاكرين ان تانية ثانوي الاول بعدين اولى ثانوي، اللي هو انا لا، طلع اولى ثانوي الاول وبعد كده تانية ثانوي. فاصلا المفروض ان اللي هتصحى وتلبس كانت ايه، لا صحتني قالت لي قومي يا هبه، ده انت اللي عليكي الدرس مش انا، ده انا اللي اتلخبطت في الميعاد. طبعا يا جماعه انا صاحيه الساعه 1:06 بالظبط، والمفروض ان الدرس الساعه 2. الساعه دلوقتي تقريبا 1:03، وخلونا نشوف هنجهز ازاي. حضرت بقى لبسي، هلبس الشميز ده ومعاه التوب الابيض والبنطلون الفاتح. اوكي كده انا لبست، وهبقى اوريكم برده الاوتفيت كله في المرايه لما اخلص. لسه مش عارفه هعمل ايه في شعري لان هو اصلا لسه مبلول شويه. يعني انا كنت المفروض لفاه امبارح طاقيه على اساس ان انا نازله الدرس مش بدري، يعني نازله المفروض ان لسه متاخر شويه. بس طبعا مش مشكله عادي، يعني احتمال اعمله ضفيره. وحطيت ميك اب سريع جدا بس مكون من بلاشر وليب جلوس. تصدقوا نسيت احط ليب جلوس، نحط معاه. وطبعا ما نسيتش الصن بلوك، يعني ده اول على طول ما غسلت وشي وقلت كده بسم الله عندي درس، رحت حاطه الصن بلوك عشان يلحق ايه يقعد شويه. وفي اثناء ما هبه بتلبس قلت لما اروح اعمل حاجه خفيفه كده نفطر بيها، فعملت لهبه سندوتش كيري ومعاه لانشون، وانا خدت سندوتش كيري بس وزيتون وخيار وكده. ومهما تكونوا متاخرين يا جماعه لازم تفطروا قبل ما تنزلوا علشان الفطار بيدي طاقه كده وان احنا نكون مركزين. وحطوا اي حاجه بتفتح نفسكم، احنا دي اكتر حاجه بتفتح نفسنا، حتى لو ملناش نفس لازم نفطر بيها. فطبعا يا جماعه احب اشكر ايه جدا اللي عملت لي فطار وانا مستعجله، لان انا كنت هنزل مش هفطر من كتر الاستعجال، ولكن هي عملت لي فطار وقالت لي خدي يا هبه افطري، وجابت لي زيتون وخيار زي ما انا بحب. فبقول لك يا ايه شكرا. ايه عملت لي فطار يا جماعه؟ ده اللانشون وده كيري بس ليه. ها يا جماعه طبعا شوفوا انتوا ملاحظين ايه. ايه عملت تقويم يا جماعه. عملت تقويم يا جماعه، ده سبب غيابي الفتره اللي فاتت دي كلها. انا هسيب ايه ترغي معاكم وانا هاكل لان الواحد مستعجل. حاجه انتوا وحشتوني جدا 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 فوق ما انتوا تتخيلوا، لاني بقالي كتير قوي حاسه ان انا ما عملتش معاكم فيديوهات من مده يعني. فانتوا وحشتوني جدا جدا. دلوقتي احنا عملنا الفطار. انت المفروض ان انا عملتي عايزه اتكلم كتير في مواضيع كتيره داخله في بعض. قولوا لي يا جماعه ايه رايكم في التقييم. الدكتور عمل لي اللي فوق ولسه هيعمل لي اللي تحت المره الجايه علشان اللي هو يديني فرصه. انا عاملاه تقريبا بقالي حوالي شهر او 3 اسابيع، فادعوا لي ربنا يكملها على خير وشجعوني وحمسوني، واي حد عنده اي نصايح يكتبها لي. دلوقتي احنا هنفطر، وزي ما هبه انت حكيت لهم الموقف صح، اللي هو بتاع ان انا المفروض كنت انا اللي هنزل الساعه 2. لو حبيت احكي لهم تاني احكي. فجاه السنتر قال لا، سنه اولى هي اللي هتنزل الساعه 2 وسنه ثانيه هي اللي هتنزل الساعه 4. انا اتصدمت وفرحت وقلت لها اصحي اصحي اصحي. يلا ايه وريهم طريقه اكل الناس اللي مركبه تقويم. محدش يركب تقويم يا جماعه. انتوا اولا احنا في الطبيعي كنا بنمسك كده. لا لا للاسف احنا مش هنعمل كده، احنا هنقطع قطع صغيره. هو والله انا لو بودي همسكه بالشوكه والسكينه، بس ده سندوتش كيري بسم الله. وعلى فكره الخيار ده كمان كبير وسميك، مش هاكل منه. ايوه ما هو انا كنت ناسيه. بناكل الزيتون كده. احنا هنا بصوا احنا حاطين السندوتشات ازاي. بنجيبه مخلي او بنجيب اللي ببذره عشان طعمه احلى وبنقطع منه كده. فين المتعه؟ يلا كلني يا حبيبتي انت مستعجله. انا باكل اهو باكل اهو. انا هروح اقعد يا جماعه وانا هكمل فطاري واقعد كده شويه مسترخيه، وبعدين اعمل لكم بقى جيت ريدي ويز مي سريع جدا جدا، لان انا اصلا قبل الدرس ما بعملش اي حاجه. انت قلت لهم انت رايحه درس ايه؟ والله مش فاكره. رياضه يا جماعه. ما تتكسفوش والنبي. لا والله العظيم انا مش عايزاه والله. ما تتكسفوش. الزيتونه ايه؟ انتوا بتديهم زيتون عشان بذر تقف في زورهم شايفين؟ مدوا ايديكم والنبي ما تتكسفوا. انتوا احرار. هل انا هتحايل عليكم؟ والله هتحايل عليكم متأخرة. عادي. هات اي خيره تانية نديها للناس على شكل قلب. المستر هياخدك عبره. اوكي هنكمل فطار. مش عارفه ايه اللي هنكمل فطار. انا كملت الفطار، هي هتكمل الفطار وتيجي تضفر لي شعري واجي اوريكم. كده انا جهزت ونازله. حضرت بقى الشنطه بتاعتي اللي انا هاخدها، يعني انا خدت فيها الكتاب اهو، كشكول، المقلمه بقى وفيها القلم الرصاص وكده، وخدت معايا ميه. بس طبعا انا يعني شربتها دلوقتي. المفروض ان انا ما اشربش في البيت، يعني المفروض ان انا واخداها عشان اشرب بره، بس انا شربت في البيت. مش مهم هبقى قبلها تاني.
وطالما رايحين درس رياضه يبقى محتاجين الاله واكيد موبايلي. انا ناسي حاجه ولا حاجه؟ طبعا فلوسي وبطاقتي. طبعا ما يعني محدش يسالني بطاقتك شكلها ايه، انا مش فاكره لو وريتها لكم قبل كده ولا لا، يعني اتمنى ما تكونوش شفتوا الشيء ده قبل كده. اوكي، عملت شعري كده زي ما انتم شايفين ضفيره باي. ورغم ان انا كنت اتاخرت جدا بس برضو حبيت ان انا اوريكم الاوتفيت كده شكله كله في المرايه عامل ازاي، فقولوا لي رايكم في الاوتفيت بتاع النهارده. اوكي دلوقتي المفروض الدرس الساعه 4، فانا هبدا اجهز من الساعه 3 واخلص على 3 ونص 4 الا علشان اروح الدرس في 10 دقايق ربع ساعه. انا دايما بعمل كده، بجهز قبل الدرس بساعه. فاول حاجه لازم اقرر ان انا هشوف هلبس ايه قبل ما اعمل اي حاجه. فانا هلبس الشميز البني اللي هو بحسه شوكليت في نفسه، يعني انا بحس اصلا ان انا شوكولاتايه لابساه، فانتوا قولوا لي حلو ولا ايه. بصوا اصلا القماشه بتاعته تحفه ازاي ومريح في اللبس وخطير. فانا هلبسه وهلبس معاه بنطلون جينز لونه اللي هو اللبني العادي، بس محتاره البس تحتيه توب بيج وافتحه، ولا توب بيج واقفله واسيب حته باينه، ولا اقفله خالص. انا لسه مش عارفه. دي مكوناتي كطالبه رايحه الدرس. بحط صن بلوك، طبعا انا صاحيه وغاسله وشي وحاطه مرطب وكل حاجه تمام، بس بقول لكم على الحاجات اللي انا بعملها قبل ما بنزل. بحط صن بلوك او واقي الشمس عشان طبعا حتى لو الساعه 4 هي الشمس لسه قويه. وبحط بلاشر حاجه خفيفه كده بس عشان ما يبقاش شكلي بهتان، وليب جلوس بيكون فيه لون اصلا مش شفاف علشان ما احطش اي روج ولا اي حاجه، لان الروج ده انا بحب احطه بتكنيك وليب لاينر وبتاع، فانا في الدرس ما بحبش ابقى معقده يعني. فهحط اول حاجه السان بلوك. انا بستعمل انفينيتي عشان لو حد عايز يعرف اسمه. ودي صابونه الجليسرين دلوقتي هستخدمها عشان اسرح بيها حواجبي، حطيت عليها بس ميه وخلاص. هحط دلوقتي بلاشر، دي اكتر درجه هاديه وانا بحبها عشان كده انا اصلا ببقى واكلينها يعني، انما التانيين دول بحسهم اوفر شويه فمش بستعملهم كتير. حاجه خفيفه جدا جدا، احنا مش رايحين فرح. مش عارفه، حاسه ان انا على اخر لحظه هغير التوب الابيض ده وهلبس البيج، حاسه البيج اليق صح، مش عارفه. واخيرا وليس اخيرا احط الليب جلوس. بصوا الابليكيتور تحفه ازاي. انا كده جاهزه بس هخففه شويه. بصوا هجيب منديل كده، بصوا بقى اخف بكتير. فكده انا جاهزه، بس مش جاهزه طبعا، مش ده الفاينل لوك. هروح بقى دلوقتي اعمل ضفيره عشان دي تسريحتي المفضله، وهوريكم احط ايه في شنطتي وبعد كده هتجه الى الدرس. كده انا عملت الضفيره اهي، ودي الشنطه اللي انا قررت ان انا هاخدها عشان هي لايقه مع البني. ومش هاخد شنطه كبيره خالص لان انا اصلا كتانية ثانوي لسه ما عنديش كتاب رياضه، لان حصل بعض التعديلات في كتاب الرياضه عندي، تقريبا لغوا التطبيقيه او دخلوا التطبيقيه في البحثه، ففي قصه كده. فهو اصلا ما حدش اشترى لسه كتب الرياضه، فانا هاخد الشنطه الصغيره دي. وبصوا بقى الشنطه التحفه دي هتاخد ايه. اول حاجه هاخد كشكول معايا عادي عشان لو في اي مسائل او اي حاجه، وهحطه كده اهو. وهاخد المقلمه دي، طبعا دي مش المقلمه الجديده لان انا لسه ما طلعتش بقيه الحاجات ولا لسه عملت اي حاجه، لان اصلا هم كلمونا بالليل وقالوا لنا انتوا عندكم درس رياضه بكره. دي كده لقيتها قدامي، حطيت فيها آلة حاسبه وقلم جاف وفي قلم رصاص ومسطره، يعني ادوات لطالبه عاديه جدا. وهاخد البوك بتاعي اللي فيه فلوسي وحاجتي وبطاقتي وموبايلي. وبما ان انا عامله التقويم فهو في الاغلب بيجرح لي شفايفي من تحت اللي هي من هنا كده ومن هنا، فانا دايما لازم اخد معايا اي حاجه ارطب بيها شفايفي. ده لونه ليب سيرامي، هو مش قوي بس يعني هيقضي الغرض على ما اجي بس من بره. كده الشنطه طويله جدا، فانا هعمل فيها حركه ان انا هعمل كده 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 كده، يعني يا رب تكونوا فهمتوا انا عملت ايه. انا ما بعرفش اشرح قوي بس انا هعملها اللي هي كده، اللي هي القصيره، اللي هي انا اعملها كده وبس. انا حاسه مش ان انا مش مقتنعه بالطب ده، بس الشنطه لذيذه عامه، فده كده شكلي. ما اقتنعتش بالطب الابيض فغيرته ولبست البيج، بس هتشوفوه بقى لما ارجع لاني كنت مستعجله. روحت يا جماعه، طبعا كانت حصه لذيذه خفيفه لطيفه. الحمد لله. استراتيجيه بتبعها مع الناس الكسوله اللي زي يعني انتوا بتتبعوها، ان انا وانا جايه بلبسي افضي الشنطه بتاعتي واحط كل حاجتي في مكانها، علشان لو قعدت استحاله اقوم عشان الشنطه. يعني طبعا ما ينفعش ان انا اشيل الشنطه في الدولاب بالحاجات اللي فيها، لان مش شرط ان وانا نازله المره الجايه هاخد نفس الشنطه يعني. بدات بقى ان انا احط الكتاب على الرف تاني ارجعه مكانه، وحطيت الكراسه في المنظم اللي انا عاملاه، ورجعت الاقلام وكل حاجه مكانها والاله الحاسبه. وبعدين بقى بدات ان انا اكتب في الويكلي بلانر بتاعي مواعيد الدروس بتاعتي. فانا دلوقتي بقى عندي درس رياضه اثنين وخميس، ولسه برضو المواعيد مش متظبطه قوي علشان بنبقى لسه في اول الترم، بس يعني كتبت كده المواعيد كمبدئيا. واحلى حاجه في المنظم الاسبوعي اللي احنا عملناه مع بعض ان انا ممكن امسح المواعيد دي واغير المواعيد في اي وقت لو المواعيد اتغيرت.
دلوقتي بقى اخيرا 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 هروح اغير هدومي واروح اتغدى لان انا جعانه جدا 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 جدا. صليت العصر بقى علشان ما كنتش لسه صليت، وبعد كده رحت علشان اتغدى. وطبعا الغدا كان لذيذ قوي مع اني كنت قاعده باكل لوحدي. زي ما قلت لكم كانت ايه في الدرس وهم هنا في البيت كانوا كلوا. وبعد الغدا بصراحه ما قدرتش، يعني نمت ساعه كده او ساعه ونص لحد ما ايه جت. اوكي يا جماعه، ايه جت. طبعا يا جماعه لسه جايه الشنطه بتاعتي اهي، لسه جايه حالا دلوقتي. هي واخده ايه المرتبه؟ عشان انا معيش كتاب. النهارده كان اول يوم دروس، يوم حيوي نشيط مشرق، بس هي الدنيا ظلمت فعادي لان انا نازله الساعه 4 ودلوقتي الساعه 7:30 تقريبا. بعدين بقى قررت ان انا اقوم اذاكر شويه. هو ما كانش فيه واجب رياضه لان لسه كانت الحصص الاولانيه، فقلت اعمل واجب العربي. انا كان عندي واجب عربي، انا باخد منصه مع مستر رضا الفاروق، ده شكل الكتاب. ويعني قعدت بقى علشان اعمل الواجب كده بتاع العربي علشان ما راكمش اي حاجه. اهم حاجه في الاونلاين بصراحه ان انتوا ما تراكموش، فانا بحاول على قد ما اقدر كده ان انا من اول السنه ما راكمش حاجه عليا خالص. اليوم النهارده كان بسيط، ما كانش فيه احداث كتير، بس برضه حبينا ان احنا نشارك معاكم اول يوم دروس. فبس كده ده كان فيديو النهارده، نتمنى ان هو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك للفيديو. وبس، باي.